السلام عليكم. في 3 حاجات خلونا نخسر ماتش بالميراس. محدش اتكلم عليهم ودي بالنسبة لي غريبة جدا. أول حاجة مدرب بالميراس ضحك علينا كلنا. لعب ماتش بورتو بضغط عالي، لعب ماتش مفتوح، جري كتير، فريبيرو نزل ب3 في نص الملعب على أساس إن هو هيلعب نفس الماتش، ال3 بتوع نص الملعب هيبلوا النص وإن هما اللي هيمسكوا الكورة. ده اللي ما حصلش. اللي حصل إن مدرب بورتو أعطى الكورة للأهلي، قفل، رايح لعبته على الآخر، موقف 2 قدام. الكرة راحت لهم اوكي، الكرة ما راحت لهمش برضه اوكي، ما عندوش اي مشكلة، هو بيريح لعيبته. خلاص الشوط راح منزل 2 تانيين بيجروا صراع. هيلعبوا على الهجمة المرتدة واضحة وصريحة، مش محتاج يعمل اي حاجة. عايزين الكرة خد الاهلي الكرة مفيش مشكلة، وانا هلعب على الهجمة المرتدة وهجيب الجوان. جاب الجون تمام، هو عارف ان خلاص لعبة الاهلي تعبت، همسك بقى الكرة والعب لعبي مفيش اي مشكلة. فهو ضحك علينا وضحك على ريبيرو فكر ان هو هيلعب بنفس الاسلوب بتاع الماتش بورتو، وللاسف هو ما قراش الملعب كويس. تاني حاجة لازم حد كان يبلغ ريبيرو إن عدلة حمدي فتحي شمال مش يمين. حمدي فتحي لعيب 8، لعيب كي بلاير، ممكن تعمل بيه كل حاجة، يلعب 6 ويلعب 8 ويلعب بلاي ميكر ويجيب اجوان ويلعب بهيده. حاجات كتير جدا ما استفدناش منها من حمدي فتحي عشان محمد علي بن رمضان. فالجهاز الفني بعماد النحاس كان لازم حد يقول له إن حمدي فتحي عدلته شمال مش يمين. تالت حاجة محمد علي بن رمضان. دلوقتي حضرتك بتلاعب لعيب للماتش التاني على التوالي مش عارف تاخد منه حاجة. لعيب مفروض يلعب رقم 10 أو أنت بتلعب 6 و8، ما بين 6 وأول 8 في 10 أو 15 أو 20 ياردة فاضيين محدش بيستلم. طيب دلوقتي أنا محمد علي بن رمضان مش عارف يديني الأسلوب اللي أنا بعمله، ليه أصمم عليه آخر الماتش؟ ليه؟ أنا من رأيي كان جاب زيزو مكانه، زيزو بيحل حتى لو في أسوأ مستوياته، زيزو بيحل. بيفكرني كده بابو تريكة زمان اما كانت الدنيا اتقفلت ليه راح نازل نص الملعب بتاعنا اخد الكرة ومالكوش دعوه انا هتصرف. هو نفس الكلام ده، الكلام عن زيزو، ده مش عن محمد علي بن رمضان. بن رمضان يا يلعب وينج، يلعب رقم 10 مرتاح ويستلم الكرة ويلف ويلعب ترو باس، لكن 8 مش هينفع. وده اللي ريبيرو اخطأ فيه وصمم على اخر الماتش، وكان غلطة كبيرة جدا طبعا. حاجة أخيرة، أنا كنت السنة اللي فاتت عملت أحسن 5 لعيبة في الدوري المصري، مختارتش فيهم مروان عطية. فناس كتير قالت لي ليه؟ أنا قلت إن اللعيب رقم 6 اللي بيستلم من المساك اللي يدي الوينج، أو يستلم من المساك يدي الباك، أو من المساك للمساك وما بيلفش، ما بيعملش ثرو باس، ما بيعملش كور عالية، ما بيعملش فنتات، ما بيعملش أي حاجة، ده اتلغى. وكنا بنتكلم عن نفس الموضوع مع أكرم توفيق. فكرة إن أنت دستروير أو الفتنس بتاعك عالي لا يؤهلك إن أنت تلعب في المستوى ده. لو خدنا بالنا مروان في عنده مشكله، الحمد لله الناس بدات تاخد بالها منها بس من الماتش ده. لكن انا طول عمري بتكلم عليه ان 6 لازم يبقى لعيب كوره، 6 ما ينفعش ان هو انا بقطع واسلم. يا جماعه الموضوع ده خلص من زمان، لازم نشوف بديل او نطور مروان على قد ما نقدر.